الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. وحتى لا نأخذ من وقتكم إن شاء الله سبحانه وتعالى، سنبدأ المسابقة وسنبقى في فئة سورة البقرة مع طالبين من طلاب مدرسة عبد الله بن عباس لتعليم القرآن الكريم. وطبعا لأول مرة يقف متسابقين، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمرهما وأن يشرح صدورهما وأن يتقبل منا ومنكم. وإلى لجنة التحكيم فليتفضل أستاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مرحبا بكم جميعا ومرحبا بالطالبين. ونبدأ بالطالب حسن محمد الضالعي ليختر أحد الأسئلة، واحد أو اثنين. اختار الطالب الرقم الثاني من المظاريف. السؤال الأول: اقرأ من قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. أحسن، جزاك الله خير. بس تكون تنتبه للأحكام، أحكام التجويد. ننتقل إلى الطالب محمد علي الجهيم لنلقي عليه السؤال. اقرأ يا محمد من قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه،
بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. أحسنت، جزاك الله خير، بارك الله فيك. نرجع إلى الطالب حسن لنلقي عليه السؤال الثاني. اقرأ من قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والله. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أحسن، جزاك الله خير، بارك الله فيك. نرجع إلى الطالب محمد والسؤال. اقرأ من قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل ولا فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم
كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون خبير بصير. أحسنت، جزاك الله خير، بارك الله فيك، أحسنتم. وإلى الأستاذ أحمد. جزاكم الله خير، صلى الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم. تفضل بالجلوس، الله يجزيكم الخير. إن شاء الله سنبقى مع نموذج للنورانية في الدرس الأخير، طبعا درسها كاملة مع الطالب حذيفة هلال الجهمي، فليتفضل. طبعا محمد وحسن أعرفهم عن قرب وتلاوتهم أحسن من هيك، لكن مرتبكين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهما، وإن شاء الله المرة الثانية يقدما أداء أفضل بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب حذيفة، الصفحة 27. اقرأ بالهجاء. نون فتحة السكون، را فتحتين رن نارا، ها فتحة السكون حا، ميم كسرة مي، يا فتحة يا، تا فتحتين تن، حامية نارا حامية، تا ضم سين سكون تس، قاف فتحة الصغيرة قا، تسقى نارا حامية تسقى، ميم كسرة نون سكون من، نارا حامية تسقى من. حاول تهدأ شوي. عين كسرة يا سكون عي، نون كسرتين نين عينين، همزة فتحة السكون نون كسرني آني، يا فتحة يا آنية، تا كسرتين تين آنية، نارا حامية تسقى من عين آنية، ميم فتحة ميم سكون مم، با فتحة با، خا كسرة خي، لام فتحة لا، من بخيلا، لام فتحة لا، لام فتحة لا، يا ميم سكون يوم لا يوم، با فتحة با لا يوم با، دال فتحة نون شددا، نون فتحة نا، لا ينبذن، ميم كسر ميم سكون ميم، با فتحة عين سكون باع، ميم باع، دال كسر دي، ميم بعدي، ميم كسر ميم سكون ميم، با فتحة يا سكون بي، بي با فتحة، با فتحة يا سكون بي، من بي، نون كسر صاد شد نس، من بي نس، صاد ضم لام سكون صل، من بين الصل، با كسر بي، من بين الصلب، لام فتحة. طيب ننتقل إلى الصفحة اللي بعدها. لا لام فتحة لا، نون فتحة سين سكون نس، لا نس. اقلب الصفحة، اقلب، ابدأ من بذنبهم. طيب اقرأ من هنا بدون هجاء. بذنبهم مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، هم فيها لكم دينكم ولي دين، إن ربهم بهم ترميهم بحجارة لهم ما يشاءون مما اللهم. أحسنت، بارك الله فيك. طيب إن شاء الله إلى النتيجة الآن. طبعا سيكون قبل النتيجة معنا غدا إن شاء الله طالبين، الطالب الأول سيكون يعني في 20 جزءا، والثاني في 15 جزءا إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأيضا سيكون معنا نموذج في النورانية سيقرأ من المصحف إن شاء الله سبحانه وتعالى وليس من الكتاب. طيب النتيجة كالتالي إن شاء الله. حصل الطالب حسن محمد الضالعي في الحفظ على 47، وفي التلاوة على 33، مجموع الدرجات 80 درجة. محمد علي الجهيم حصل في الحفظ على 47 وفي التلاوة على 38، ويكون مجموع الدرجات 85 درجة، وبذلك يكون طبعا من 100، ولذلك سيكون الطالب أو يعني من خلال مجموع الدرجات محمد علي الجهيم الأول، والطالب حسن محمد ضالعي الثاني، ومبروك لهما جميعا.
وإن شاء الله سبحانه وتعالى نحن على الموعد غدا بإذن الله سبحانه وتعالى كما أسلفت في فئة نصف المصحف وأيضا في 20 جزءا إن شاء الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.